السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي، قناة مطبخ نسمة القاضي. أتمنى فيديوهاتي تعجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وما تنسوش يا حبايبي اللايكات، اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. النهاردة هنعمل مع بعض زي ما انتوا شايفين كده الرز المعمر الحادق. طريقة سهلة وبسيطة وحلوة قوي، يبقى مفلفل معاكي ما يبقاش معجن. لو أول مرة تعمليها هيطلع حلو وجميل معاكي. هنا انا معايا كمية الرز كيلو الا ربع رز في اصغر صينية في الطقم الصواني. لو انتي مش عارفة تعيري يبقى نص الرز نص الصينية كده، تسيبي اكتر من النص الصينية فارغ معاكي عشان الرز بيزيد زي ما احنا عارفين. هنحط هنا رشة ملح، انا بحب يبقى ملحه خفيف شوية، انتي حطي الملح بتاعك حسب الرغبة. بس خلي بالك ان هو الملح بيبان فيه اللبن على طول، يعني اقل كمية لبن بيبان فيها الملح. هنا حطيت حبة زيت ونفلفل الزيت بالملح زي ما انت شايفة كده بايديكي، عشان خاطر الرز معانا يتغلف بالزيت. الزيت بيخلي الرزاية لمعة وبيخليه يبقى مفلفل وحلو. كيلو الا ربع رز دولت هياخدوا معانا معلقة صغيرة ملح، هياخدوا كيلو لبن، هيبقى مفلفل ومظبوط، مش هتبقى السوائل كتير ولا حاجة، هيبقى جميل معاكي ومظبوط وهيبقى حلو. كيلو لبن كده بخيره زي ما انت شايفة هتحطيه، لا اقل ولا اكتر، بيبقى مظبوط. وانت عايزة تقلي من اللبن شوية تحطي بداله مية، ده براحتك. الصينية بتعمل بسرعة الرز المعمر معانا عن الطاجن الفخار عايز الفرن الصاج الكبير عشان يقوم معانا بسرعة، يتكتك عشان ما يعجنش معاكي. انما الصينية بتبقى حلوة في الفرن العادية بتاعتنا بتاعت البوتاجازات دي، وبتبقى جميلة. هنا بقى انا هحط معلقة قشطة على الوش، وبنحط الرز المعمر في قاع الفرن من تحت زي ما انت شايفة خالص كده، في القاع خالص، والشواية زي ما انت شايفة والعة، والأرضية والعة برضو. اول ما لونه يلون من على الوش لازما الشوايه الاتنين مع بعض، عشان الشوايه هي اللي هتديك اللون الحلو بتاع الرز المعمر ده. والقعريه تبقى شديده النار عليها عشان يقوم الرز معاك على طول ما يبش منك. هنا بقى اول ما الرز اتشرب زي ما انت شايفه اهو، انا بفتحه بالسكينه زي ما انت شايفه كده، بنزل السكينه في قلبه وبرفعها، يعتبر بفتح الرز معاكي. وهديها معلقه سمنه وهحطها تاني على الرف بقى من فوق، يعني هرفع بقى على الرف من فوق زي ما شفتوا كده عشان خاطر يبقى النار هادية عليه، ما يتلسعش معاكي. هنا معلقة سمنة بلدي اهي، بصي، معلقة سمنة بلدي بقري تبقى خفيفة وجميلة في الرز، معلقة بس ما تكتريش. وهتحطيها على الرف الوسطاني عشان ما تبقاش نار مباشرة في أرضية الفرن يلسع معاكي. هنا اهو زي ما انت شايفة طلعته، هنسيبه يستهدى شوية ونغرفه بقى، هيبقى جميل معاكي وسهل وبسيط. ولو اول مرة تعملي رز معمر هيطلع مفلفل معاكي ومش معجن خالص. بصي مفلفل ازاي، بصي مش معجن معاكي خالص، مفلفل خالص اهو. ده هو كده كان بارد كمان يعني. بصي الرزايه برزاتها زي ما انت شايفه اهو، وجميل وسهل وطعم حلو قوي. اتمنى طريقتي في الرز المعمر تعجبكم، واللي اول مره يشوف قناتي اتمنى يشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصله مني كل جديد. اسيبكم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.